اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر الكامن فيها اللهم انتقم من كل ظالم. خلصنا خلاص هري وكله اتكلم في المسألة ديت. اسمع بقى عشان هقولك على كلام جديد أول مرة تسمعه هعرضهولك. الدعاء اللي انتوا سمعتوه من شوية دعاء شيعي صرف، اسمع الدليل من واحد شيعي اهوت وتعالى ليه تاني. مسوين هجمة على هذا رجل الدين الشريف المحترم الطيب اللي نصر المظلوم على الظالم، واللي نصر الحق على الباطل، واللي نصر الإسلام على الشرك. شكرا لك من كل عراقي شريف من إخوانك الشيعة، شكرا لك. طب ثواني كده، بالله عليكم اصلي الصلاه بتاعتي اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لي ولا اصلي الصلاه بتاعت الشيعه؟ بقى يا اخوانا عندي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم علمه لي اسيبه واروح لدعاء الشيعه؟ اخد ديني من ناس بيحرفوا القران وبيشتموا في سيدنا عمر بن الخطاب وبيشتموا في سيدنا ابو بكر الصديق وبيشتموا في سيدنا عائشه، بيقولوا ان سيدنا عائشه في النار؟ ازاي وبانه منطق؟ هو ده واحد عندهم اسمه ياسر الحبيب وانا بسميه ياسر الخبيث، بيدعي وهو بيصلي وركز جدا بيلعن سيدنا ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصه وعائشه. وصل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين، وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. الله أكبر. احكموا انتوا بقى، انا مش هتكلم. كل اذكار واوراد النبي وادعيه النبي ما عجبتكش ورايح تستورد دعاء شيعي؟ يا راجل الدعاء دوت بين قوسين دعاء شيعي فول ستوب. اما عن كلمه السر الكامن فيها فالشيعه نفسهم بيفسروها بيقولوا ان هي الامامه او المهدي. تيجي في الاخر تقول لي ايه يعني لما اخد بمذهبهم؟ ايه يعني يا راجل بقى؟ خلي عندك شويه من الاحمر بقى اللي هنا عندك ده، ودي عقيدتهم ملناش دعوه بيها. لكم دينكم ولي دين، ملناش دعوه بعقيده فاسده زي دي. ويجي واحد معمم يجي يقول لك ما انتوا بتقولوا على ابن تيميه قدس الله سره. انت عارف يعني ايه يا عم الحاج قدس الله سره؟ يعني قدس الله روحه، يعني بين قوسين غفر الله له رحمه الله. دي معناها. ده محشي كرنب وده محشي ورق عنب وده محشي بتنجان، كله محشي لكن ده ليه طعم وده ليه طعم وده ليه طعم. فالاسم كله محشي لكن الطعم مختلف. فده سر ولكن السر هنا غير السر هنا. فمعنى السر هنا والسر الكامن فيها غير معنى السر هنا قدس الله سره. مش كله بتنجان في بتنجان ولا محشي في محشي يا عم الشيخ. هات كده الموبايل بتاعك وافتح شات جي بي تي وقول له تعالى يا عم شات جي بي تي اكتب كده قدس الله سره معناها ايه. اسمع هيقول لك ايه، ركز معايا. هيقول لك هي عبارة تقال غالبا بعد ذكر بعض العلماء او الاولياء. معناها ايه بقى يا عم الشات؟ دعاء بان يطهر الله سره. وبمعنى ابسط عشان النونات اللي بيقروا الكلام دوت، نسال الله ان يرفع قدره ويجعل روحه طاهره ومكانته عاليه. وغالبا تقال مع العلماء الكبار وخصوصا بعد وفاتهم كنوع من الاحترام والتبجيل. فهي دي معنى قدس الله سره. لكن التاني والسر الكامن فيها حاجه مستخبيه مش بتاعتنا دي يابا الحاج، بتاعت الشيعة اللي هي الإمامة أو المهدي المنتظر بتاعهم. ينفع أتوسل بجاه النبي وأتوسل بالنبي والكلام ده كله؟ مش أنا اللي هرد، اللي هرد سيدنا الإمام محمد المصير عليه رحمة الله من كبار علماء الأزهر الشريف. اسمع وتعالى لي تاني. عند الدعاء لما نيجي ندعي على ربنا سبحانه وتعالى ممكن نتشفع مثلا بالرسول عليه السلام، يعني مثلا نقول وحياة حبيبك النبي دي لي حاجتي كذا، يعني دي فيها حرمانيه، فيها خطا او فيها حاجه. انا طبعا عارفه ان التشفع بالاولياء او الشيوخ ده اكيد حرام، لكن الرسول عليه السلام طبعا دي منزله خاصه عندنا يعني. الرسول الكريم هو القائل اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. كيف كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الى الله عز وجل والتضرع الى الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني ان قدر رسول الله اصبح في شيء، وقدر رسول الله هو خير خلق الله أجمعين، فهذا القدر محفوظ في نفوسنا وفي عقيدتنا. لكن قضية العبادة والدعاء والتوسل قضية مرتبطة بأن نتعلم كما فعل رسول الله. احنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدعاء لكي يقبل نبدأه بالحمد لله والصلاة على سيدنا رسول الله ونختمه بالصلاة على رسول الله. فإذا احنا نعرف قدر رسول الله ونوقره ونعظمه ونجله ونحترمه، لكن العقائد شيء آخر. ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضي حاجتي، حقق لي أمري، يعني هل الخطأ العقائدي الحسنى وصفاتك العليا لا تقول يا أخي ما القضية فيها أوسع. هو تعرف الناس يعني على هذه المقولات نعلم، فده المطلوب، المطلوب للسادة العلماء يعني نعلمهم. يقول لك ايه نعلمهم؟ يعني نعلم الناس الصح من الغلط، مش بتنجان في بتنجان وكله محشي يا بالحاج. اخوانا ده دين، دي عباده، احنا امرنا ان احنا نعبد ربنا بالطريقه دي كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش زي ما يفعل الشيعه وغيرهم مالناش دعوه بيهم. فضيله الدكتور والشيخ محمد المصير والشيخ
والشيخ عطية الصقر، دول من الناس الأكابر اللي عندهم علم ودارسين جدا جدا، وأنا بحبهم الصراحة. قال لما تيجي تتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وكمان يجوز إن أنت تتوسل بالأعمال الصالحة، زي الحديث الثلاثة اللي انسدت عليهم فتحة الغار. دخلوا غار وبعدين قالوا إحنا عاوزين ندعي ربنا بأحب الأعمال عشان ربنا يخرجنا من الكهف اللي إحنا اتحشرنا فيه. وبدأ كل واحد في عز الضلمة دي يتوجه لرب العالمين بأحب الأعمال اللي عملها ويحسبها خالصة لله عز وجل. فأول ما كل واحد قال الدعاء بتاعه وقال العمل بتاعه، ربنا فك عنهم الكرب اللي هم فيه، انفرجت الصخرة وخرجوا من الكهف. ويجوز ان انت تدعي بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يعني يا رب نسألك بإيماننا بمحمد وبأعمالنا الصالحة وبإيماننا بدينك يا رب أن كذا. وهنا ممكن واحد يسألني يقول بس يا عم شريف، في حديث عن سيدنا عمر بن الخطاب والحديث في صحيح البخاري لما قال إن كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، لما كان عايش النبي كنا بنتوسل بيه فتسقينا. فلما النبي عليه الصلاة والسلام مات وحط تحت مات ديت 1,060,000 خط، قال إنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا. خدت بالك مني لما قلت لك حط تحتها 1,000,000 خط؟ سيدنا عمر بن الخطاب ما راحش القبر النبي وقال يا رب إنا نتوسل بقبر نبيك أو بنبيك بعد موتي، وإنما كان وهو حي. فدل ذلك على أنه لا يجوز التوسل بالأموات. دي واحدة. ومعنى الكلام ان هو كان مش بيتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وانما بدعاء النبي. عشان كده كان بيروح يقولوا له يا رسول الله ادعو الله ان يسقينا. لما جاله الراجل في الجمعه قال له يا رسول الله هلكت البهائم وانقطعت السبل، ادعو الله لنا اللي هو ينزل لنا المطر يعني. فدعا النبي عليه الصلاه والسلام. فهم كانوا بيروحوا له عشان يدعوا لهم، بيتبركوا بدعاء النبي. ده مفيش مشكله وهو حي. تيجي انت ممكن تقول لي دلوقتي يا عم شريف ادعي لي ربنا، انا اقول لك يا عم الشيخ ادعي لي ربنا، يا ربنا يوفقني كده الله يكرمك. لكن بعد ما تموت اجي عند قبرك واقول لك ادعي لي، خلاص ده ميت يابا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا. يعني يا عباس ادعي لنا زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي لنا. هي ده معنى الحديث يا اخوانا. لازم نفهم ديننا صح، ما تخليش حد يضحك عليك بأي كلمة وأي حديث كده، لازم تفهمه. ويجي عم المعمم يقول لك طب ما هو الراجل بتاع إمام الحرم بيقول اللهم ارحمنا ببهائمنا، يعني بيدعي ربنا بالبهائم وبالحيوانات. يا ابني افهم يا عم الحاج، يابا افهم يابا. رقم واحد يقصد زي أي حد فاهم إن يا رب احنا عندنا بهايم محتاجة يا رب أكل وشرب، وعندنا في فقر وعندنا كذا، يا رب وفقنا ونزل لنا المطر عشان خاطر البهايم دي يا رب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترزقون بضعفائكم، يعني احنا بنرزق بهؤلاء الضعفاء، الناس الغلابة المساكين دول. يا رب أطعمنا واسقينا وخلي عيشتنا زي الفل عشان خاطر الناس الغلابة والبهايم اللي احنا مش عارفين نأكلها. ده معناه. ولو كان إمام الحرم يقصد غير كده فهو ليس معصوم، وبرضه هنرد عليه عادي جدا. يعني ليس أحد معصوم من الخطأ على وجه الأرض غير النبي عليه الصلاة والسلام. كل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله. أنا لو قلت كلمة فيها مخالفة لشرع الله أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خد كلام شريف اللي هو أنا وحطه تحت الشوز وامشي عليه. فإن وافق كلامي اللي هو أنا شريف عبد الله كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به، ليس لأني أقوله بل لأنه وافق كلام الله وكلام رسوله. فاللي تسمعه بودنك وتشوفه بعينك بيقول لك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع منه وانت مغمض. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما، وأن تحفظها من كل سوء ومكروه. ويا رب ابعد عنا أهل التشيع الذين يؤذون أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، وانصرنا على أعدائنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. بدل ده كله كان مفترض مولانا الإمام وهو بيخطب الجمعة كان يقول ساعتها اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحمي مصر وشعبها وقائدها وتيسر لنا أحوالنا يا رب العالمين. بكل بساطة شديدة كده، ونخرج من العك ده كله والهيصة. أظن كده أنت فهمت كل حاجة من طقطق لسلام عليكم. بالله عليك لا توصل الكلمتين دول لغيرك، بالله عليك، عشان غيرك ينتفع زي ما انت انتفعت فالدل على خيرك فعلي. قبل ما انسى، شفت بقى كنت هتنسونا كل يوم بعمل بث مباشر في تفسير القرآن بعد صلاة الفجر مباشرة على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك. وفي اول تعليق تحت الفيديو دوت هتلاقي في لينك برنامج مهم جدا لكل مسلم. وبرضه صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.